من أكبر النعم اللي الله أنعم علينا في الكويت هي نعمة النفط. فبعد الحرب العالمية الأولى واللؤلؤ الصناعي والكساد الكبير اللي حصل، ازداد الوضع سوءا في الكويت، فما كان في الكويت موارد مالية تذكر، كانت الحياة بسيطة وبدائية، حتى الماء شحيح عندهم، ويحضرون عبر السفن من البصرة ويوزع على ظهور الحمير إلى البيوت، فكانت الحياة بسيطة جدا. وتم اكتشاف النفط أول مرة في العالم بشكل تجاري في بنسلفانيا عام 1859، ومع أنه كان موجود في ذاك الوقت وكانوا الناس يشوفون لكن يجهلون حقيقته وما يعرفون الفائدة منه. ويعد هذا الاكتشاف اللي غير مجرى الحياة في العالم وغير مراكز الدول. تأسست الشركات النفطية وبدأ البحث الجيولوجي، حتى اكتشف في الشرق الأوسط في إيران عام 1908 في عبدان، وفي الخليج في البحرين تحديدا عام 1932، وتم تصديره إلى اليابان في عام 1934. وفي السعودية اكتشف النفط عام 1938 على يد أشهر دليله في شبه الجزيرة العربية، وهو خميس بن رمثان العجمي، والذي قال عنه الجيولوجي توماس في الصحراء لا يتوه خميس أبدا. وساهم ابن رمثان في اكتشاف حقل الدمام 7، والذي يعتبر من أكبر الحقول في العالم، وسماه الملك عبد الله ببئر الخير. وتم تسمية ناقلة نفط عملاقة باسم رمثان، وكذلك حقل نفط باسم رمثان. أما الكويت فقصتها عجيبة غريبة. وقعت الاتفاقية وتم منح الامتياز عام 1934، وبناء عليه تأسست شركة نفط الكويت، وتم إسناد الأمر إلى المقيم السياسي ديكسون اللي تم انتهاء عمله كمقيم سياسي. وتم البحث الجيولوجي في شمال الكويت في حقل بحرة، فلما احفروا على عمق 7900 قدم ما لقوا النفط بشكل تجاري، فتحلم ديكسون عام 1937 حلمه الغريب اللي رواه انه كان في يوم ممطر وعند سدرة ومع زوجته اللي لقبت بأم سعود، وكان عندهم صندوق خشبي عليه طابوقة، فلما وخر الطابوقة لقى جثة فتاة صغيرة. قامت الفتاة وقالت له أنقذني، ينقذها من ناس كانوا بيعتدون عليها. فروى حلمه للشيخ أحمد الجابر في ذاك الوقت، ووجهوه إلى الاستعانة في مفسر أحلام، فالمفسر الأحلام وجهه إلى البحث في الجنوب، والسدرة هذه موجودة في برقان. فلما بحث في برقان فعلا لقوا النفط هناك وأنتجوا، وكان برقان هو حقل الخير بالنسبة للكويت وثاني أكبر حقل بري في العالم. وبعد ما يقارب 14 سنة من اكتشاف النفط في عام 1938 ذهب ديكسون برفقة صديقه فهيد محمد الحيمر المري إلى السدرة التي سميت سدرة الأحلام، والتقطوا الصورة الشهيرة. ولكن لسوء حظ الكويت أنها تأخرت في التصدير، وبدت الحرب العالمية الثانية وتأخر التصدير حتى 30/6/1946، وفي وقت الحاكم الشيخ أحمد الجابر الصبح. ومن بعدها هل الخير على الكويت وأصبحت من أكبر الدول المنتجة للنفط.